علمنا من مصادر مطلعة أن عناصر الشرطة القضائية لأمن أنفا بالدار البيضاء قامت صباح يوم الجمعة 5 أبريل باعتقال الممثل المغربي المعروف هشام موسون الملقب بالعوينة رفقة فتاة وهما في حالة سكن طافح. وقالت مصادرنا أن المصالح الأمنية بعد إيقافها العوينة تبين أنه مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث وطنية بسبب إصدار شيكات بدون رصيد. وأشار المصدر ذاته أن العوينة والفتاة التي كانت برفقته تم نقلهما إلى مصلحة الشرطة القضائية التابع لأمن أنفا، حيث تم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه بإشراف من النيابة العامة المختصة.